أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا حلوة قوي، سهلة، مبتاخدش 10 دقايق لكن طعمة جدا. مكوناتها بسيطة جدا. هنعملها زي ما قلت لكم في 10 دقايق في حلة واحدة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه وايه هي وصفتنا النهاردة. بس ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات اللي احنا بنعملها. النهاردة وصفتنا مكرونة بالسجق بالصوص الأحمر. يلا بينا نسمي ونبدأ مع بعض. هنحط طاسة على النار أو حلة، أي حاجة تشتغلي فيها. هنبشر كده بصلتين متوسطين أو بصلاية كبيرة، وبعد كده هنحط مادة دهنية على النار بس تكون مش كتير، لأن احنا عارفين إن السجق بيرمي مادة دهنية كتير. بعد كده هحط البصلتين أو البصلة الكبيرة، هديها كده تشويحة حلوة، وكان معاه فصين توم. هشوح كده الكلام ده مع بعضه. بعد كده هنزل بقرنين فلفل يكونوا اللي هم الرومي، وواحد معاهم سبايسي. مش حابة السبايسي شيليه، استبعديه خالص. هنا محضرة السجق مقطعة قطع صغيرة أو حسب رغبتك، عايزاه تسيبيه بحاله، عايزاه تقطعيه نصين، براحتك خالص. هشوح كل الكلام ده مع بعض، الفلفل مع الثوم مع البصل مع السجق. هشوحه كده وبعد كده هسيبه على النار لغاية ما ياخد يدينا لون حلو، وبينزل الدهن بتاعه أو الدسم بتاعه. شايفين أنا هنا أديله 4 طماطمات كبار مقشراهم وضربهم في الخلاط. شايلة الشيلان بتاعتهم، وهحطهم كده مع الكلام اللي احنا كنا شوحناه، وهسيبهم على النار لمدة كده 10 دقايق. الخطوة دي بتدينا تسبيكة حلوة قوي، وبتدي طعم حلو قوي. تسيبهم ينزلوا كده الصوص بتاعهم مع الطماطم مع الكلام كله اللي احنا حاطينه. بس كل اللي احطه مرقة وشوية ملح وشوية فلفل بس كده. وخدوا بالكم ما تزودوش الملح عشان السجق بيبقى فيه الملح بتاعه. هقلب كده الكلام الحلو ده مع بعضه وهسيبهم على النار زي ما قلت لكم. على العين التانية أنا كنت حاطة شوية مية عشان يغلوا، عشان احنا نحتاجهم، وهقول لكم هنحتاجهم فين. بعد كده هنزل بالمكرونة. هنا الخطوة الحلوة اللي احنا هنعملها ان احنا هنحط المكرونة سليمة، يعني مش هسلقها ولا سلقة ولا نص ولا الكلام ده خالص. حطيها وما تخافيش هتستوي، هتبقى طعمة ولذيذة جدا. هنا المية المغلية اللي انا قلت لكم عليها هزود بيها مكرونة. اوعوا تغلطوا وتحطوا مية باردة من الحنفية عادية. هحط على الطماطم مية بتكون بتغلي، وهسيب الكلام ده غطيه وسيبه على النار. مش هغيب اكتر من ربع ساعة. بص ربع ساعة نبص نلاقي المكرونة استوت مع السجق مع طعم جميل جدا. وكده وصفتنا